السلام عليكم البنات. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، وشكرا بزاف خصوصا البنات اللي شاركوا معنا مآسي طفولة ديالهم بسبب سوء المعاملة والعنف الأسري وجروح الطفولة اللي باقين تيتذكروها. وكما قالوا بزاف ديال البنات باللي شيماء قلبات علينا المواجع وردات لينا ذكريات خايبة عشناها مع والدينا، حيث فعلا حنايا كلنا كبرنا في نفس الظروف. كلنا كبرنا في نفس الظروف. دابا حتى الناس اللي ما مضامنينش مع شيماء وتيقولوا بانها تتشجع على العقوق وبان داك الشيء عادي وما تيعترفوا باللي داك الشيء عادي، وحنا كلنا كبرنا بالعصا وكبرنا بالجنديخ. كاين اللي فعلا تنسى داك الشيء اولا تتكون واحد المعامله المزيانه غطات على المعامله السيئه من والديه، يعني تيكونوا داروا معاه شي حوايج اللي كبار في حياته، ضحاو معاه، قراوه في احسن المدارس، صيفطوه على برا يكمل قرايته، خلصوا عليه الفلوس، كراو ليه، مهم وقفوا معاه حتى وصلوه حتى ولا بوظيفته وبمامته. هنايا الانسان فعلا غادي يغلب داك الكوتي ديال الحنان ديال التضحيه. غتبقاي تشوفي بان والديك لا تيبغيوك فعلا وقفوا معك ماديا ومعنويا. اما منين تجي تردي الفيلم ديالك حياتك معاهم كامله وتتشوفي باللي ما داروا لك حتى شي حاجه، وهادشي دابا حنا تنهضروا على القصه ديال شيماء، وهادشي اللي قالته في المقاطع الاخيره باللي مهم يعني في السيزيام وقع الطلاق. فاش وقع الطلاق الاب مشى غبر واحد العامين، يعني ما فهمتوا، قالك طمعها باش يكمل لها قرايتها في اوكرانيا. ديك الساعه عرفتوا ديك الوقت كاع البنات اللي كانوا دايرين الميديسين الاغلبيه كانت يمشيو لاوكرانيا رومانيا يكملوا قرايتهم، يعني اللي عندهم والديهم تيخلصوا عليهم. قالت لك طمعها باش تمشي لاوكرانيا يخلص عليها، وفي الاخر ما كاين والو. هذه الاولى، هذا الخذلان الاول، خيبه امل الاولى. الثانيه هي فاش قال لها غادي ندير لك العرس وقال لها تسكني في الدار ديالي اللي في مكناس وهذا تفاجأة السيد هو اللي بغى يتزوج وهو اللي دار راسو العرس، خلى البنت بلا عرس، ومن فوق هادشي كامل مشى خرجها من الدار لانه هو غيجيب ليها البنت اللي تزوج بها. هذه صافي، هذه اللي غادي تقطع لك الامال نيت ديال بصح. تعرفي باللي هاد الوالدين راه ما منهم حتى شي خير. حنا تنعرفوا كاينين اباء تيوقفوا مع بناتهم حتى تيوصلوهم ويديروا ليهم كاع داكشي عادي يشوف راسو هو. حنايا هنا دابا في الحاله ديال شيماء تنشوف واحد الانانيه، يعني ما كاينه حتى شي تضحيه، كاين عنف في الصغر والانانيه في الكبر، فهمتوا؟ والانانيه في الكبر. ففي هذه الحالات اخواني اخواتي راه واحد الحاجه عاديه ما يكونش داك الحب، خصوصا ان شيماء كابره في واحد الجو اللي شبعات عقد، شبعات قمع. الطفوله ديالها كلها قمع وعنف وتعدي. ومنين وصلت اللاج اللي خص يعني فعلا هذا الاب هذا بما انه هو طبيب وهو يعني مور الشكاره يوقف معاها ويوصلها ويقريها ويخلص هنا وهنا، ما لقاتوش يعني تا ماديا لا معنويا. كيفاش بغيتوا هاد المشاعر يكونوا؟ كيفاش راه واخا يكونوا والديك، والديك في هذه الحاله حنايا كمغاربه تتخلي التقار، ولا كنتي ميسره شي شويه مره تتبقاي تصيفط لهم ديك البركه وصافي، ما تتكونش عندك ديك الصله معاهم بحال بعض العائلات، داك الحب وداك الالتحام وداك القرابه. فهمتوا؟ حنا كمغاربه راه ماشي ما تتكرهيهمش، شحال ما طال الزمان ولا قصار ضروري في المناسبات تتفكريهم وهذه ولكن ما كاين حتى شي مشاعر، ما كاينش حب.
بسببهم، فهمتوا؟ بسبب الوالدين. راه دابا تنهضر على بزاف ديال الحالات، راه غير كما قلت لكم البنات ما تبغيش تخرج على ديك القاعده صافي هادو الوالدين صافي مره نتفكرهم ماديا، جابت الفرصه غنتلاقى بهم، ولكن راه نتيا في خاطرك راكي مجروحه منهم، راه البنات تيوصلوا، اي شخص تيوصل لواحد لاج راه تيبقى يتفكر راسو من 5 سنين شنو داز عليه في ديك العائله اللي كبر فيها. اقسم بالله تتوصلي لواحد لاج تيبقى يدور لك الفيلم ديال الحياه كامله في عقلك، واي حاجه كانت ضراتك ولا هذا راه تتفكريها. راه قلت لكم من العقل ديال 5 سنين راه تيعقل. وعاد ما بالك القصص الاخرى، القصص إبستين. اكيد ما غاديش نقول لك كل عائله فيها إبستين، ولكن راه كملوا من عقلكم. الا جينا عاوتاني نفتحوا هذا الباب هذا شلا قصص غادي نسمعوا من البنات. راكم عارفين بزاف ديال البنات ما تيهضروش، لو كان يجيو البنات يهضروا على داك الشيء اللي عاشوا، خال، عم، جار، هذا شلا اش غنسمعوا ثاني كوارث، غنسمعوا كوارث. ولكن بزاف البنات ساكتين، فهمتوا؟ ساكتين. وبالنسبه لهذا الشيء اللي تعرضت ليه شيماء راه ماشي عادي اخواني اخواتي، اي عادي والديك امك وباك، ولكن راه ما تيتنساش. راه يكذب عليكم كذاب، واخا هذوك اللي تيقول لك ايوا عادي راه حنا كلنا كلينا العصا، كنا دزنا من هذا الشيء، كنا ولكن ما نسيناش. بما اننا ما نسيناش اذا كاين مشكل. مثلا وحده عندها 35 عام كما قريت في التعاليق ديال بعض البنات اللي عاودوا القصص مماثله، تتقول لك انا في عمري 44 عام وكذا وكذا وكذا. اذا بما انها باقا عاقله على هذاك الشيء اذا كاين مشكل، كاينه عقده، كاين خلل. للاسف كاينين بعض العائلات اللي هما اصلا تلقاهم مختلين عقليا، اللي تيكونوا تيتعاملوا بهذه الطريقه هذه، ولا تيكونوا تيضربوا شي ضرب ديال الحماق، يعني ماشي داك الضرب ديال التربيه. حنا عارفين دابا في المغرب كاين الضرب لان ما كاينش قانون، ما كاينش الو تعيط البوليس يجيو لباك ولا يجيو لامك. مازال ما عندناش هاد القضيه كاينه غير في الدول المتقدمه، فهمتوا؟ كاينين الناس تيربي ولادهم، كاين عقاب كما نيت في الدول المتقدمه، كاينه العقوبه. دار شي حاجه كاع غراف كاينه عقوبه، تمنعيه من الحوايج اللي عزاز عليه، تمنعيه من التليفون، من الايباد، تقطعي عليه مثلا مصروف، مهم ديري ليه شي عقوبه. وتا الا كان شي ضرب ماشي بالطريقه اللي عاودات هي الضرب ديال يعني داك الشيء ديال الحماق، ديال الامراض العقليه. كاين ضرب صافي، فهمتوا؟ كاين هادشي في المغرب. ولكن فاش داكشي تيتعدى الحدود راه الطفل ما تينساش، راه الطفل التصرفيقه ما ينساهاش، غير كما قلت لكم تيبقى اناليزي هادي كيفاش خرجت، واش بحقد، واش بحب، واش حيت خايفين عليا، واش تتبقى اناليزي وتتقارن المعامله السيئه مع المعامله الخايبه، مع المعامله المزيانه عفوا، وتتشوف فاش يكون المزيان غالب صافي راه هذوك هما الوالدين فعلا راه بغاو يربيوني على مصلحتي وهذه. ولكن فاش تجي تقلب ما تلقى حتى حاجه زوينه، ما داروا حتى حاجه زوينه. بعض تنقول انا بعض الوالدين، اما كاينين الاغلبيه راه تيوقفوا مع اولادهم حتى المطاف، تيموتوا مع اولادهم ماديا ومعنويا. تتلقى والله الا شي والدين تيتصاحبوا مع اولادهم، واخا هما تلقاهم والدين كبروا في اجواء اجواء مسدوده عقليه ماشي متفتحه وهذا، ولكن تيتعلموا من ولادهم وغاديين مصاحبين مع ولادهم قرابين لولادهم. وكاين اللي العكس. وهنايا كما قلت لكم فداك الشيء اللي قالت شيماء راه كله منطقي، يعني ردة الفعل ديالها حاليا، المشاعر ديالها، داك الشيء كله عادي جدا ومنطقي، فهمتوا؟ منطقي. وكما قلت لكم الناس ماشي كلهم بحال كاين اللي فعلا ما ياثرش فيه داك الشيء، وكاين اللي العكس، النفسيات راه ماشي بحال فهمتوا؟
كاين اللي مأثر في داكشي ومسبب لي عقد نفسيه ولدرجه يعني متبع مع الطبيب على ود داكشي اللي تعرض ليه في الصغر ديالو، وكاين اللي ما اثرش فيه. فما يمكنش حنايا غادي نحكموا عليها نقول لا ولا ما خصكش، حنا كلنا كبرنا هكاك، لا عادي، لا ما عاديش، لان الناس ماشي بحال كل واحد والنفسيه ديالو. كاين اللي حساس، كاين اللي ما يقدرش ينسى داكشي، وخصوصا يعني هي عودات داكشي يعني اوفر بزاف 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 بزاف. وانا في رايي الشخصي اي انسان طبيعي وسمع ليها غادي يتفهم، ولا كان عاش داكشي راه غادي يقيسو كيما قاس البنات كاملين. راه لا في تيك توك عندها، لا في الفيديوهات اللي يعني تحطوا في قنوات، البنات كلهم قاسهم داكشي وتذكروا قصص مآسي ديالهم اللي عاشوا في الطفوله. فهمتوا؟ لان نايضين شي وحدين في التيك توك قالت لك الا وحال وحده قالت لك الا ما انتجرش بوالديه بارت 1 بارت 2 بارت 3 تستهزئ زعما بحال زعما يعني استغلال داكشي غير باش دير مشاهده ودير تفاعل. خصكم تعرفوا باللي شيماء هذوك الفيديوهات المقاطع ما حطاتهمش في اليوتيوب، حطاتهم في التيك توك، والتيك توك ما فيه لا خلاص لا والو. كون فعلا باغا دير البوز وباغا تستغل الموضوع وباغا تربح منه، كون راه حطات داكشي في يوتيوب كانت غتدخل زباله ديال الفلوس. كون ديك المشاهده اللي ضربات في التيك توك حطات داكشي في يوتيوب وضربتها كانت غتدخل زباله ديال الفلوس. ولكن البنت باين المبدا ديالها باغا ترتاح، فهمتوا؟ بغات تخرج، لانها على حسب ما قالت بانها ديجا متبعه مع الطبيب، وربما الطبيب هو اللي نصحها بهذا الشيء هذا، خصها تواجه وتهضر على هذا الشيء. فكان هدفها هو النفسيه ديالها. فهادو اللي خرجوا دابا في التيك توك تيقول لك بغات تسلى الوالدين، هادشي كامل حنايا عشناه عادي جدا. ومنين داروا فيها البنات وقالوا لا ما عاديش وانتي اللي باغا تستغلي الموضوع، علاش دايره فيديو في التيك توك باغا تدخلي راسك؟ ديك الساعه ما ديريش فيديو. عاد بدات تقول لهم لا انا ما قصدتش شي واحد معين، بدات تدخل وتخرج في الهضره. فهمتوا؟ غير بالعاني، حيت قلت لكم القاعده ديال صافي هذوك راه والدين واخا يديروا اللي داروا والدين، هذه هي اللي مبرمجين عليها البنات والناس كلهم، واخا تعرضوا ما عارف شنو في الصغر. هذه القاعده هي اللي غالبه على المخ، غالبه صافي والدين يعني عندهم الحق يديروا ما عارف شنو يديروا. ولكن راه بنادم راه تيمرض نفسانيا وتيتاثر وداك الشيء تيكبر وتيبقى يدور لك الفيلم ديال حياتك ديال صغرك في مخك، وتتفكري لقطه بلقطه اي حاجه ضراتك، اي تعرضتي ليه من طرف الاب ولا الام، يعني العصا وداك الشيء راه تتفكريه. غير كما قلت لكم كانوا شي حوايج مزيانين راهم تيغطيو، ما كانوش شي حوايج مزيانين اش غتفكري؟ يلا اش غتفكري؟ حتى حاجه. المهم يا اخواني اخواتي ما نطولش عليكم، هذا هو الفيديو ديالنا. خليوا لي التعاليق ديالكم وما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك. تهلاو في راسكم، مع السلامه.